السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم البنات بغيت ندير الفلفله معمره بالكفته والروز، وقلت علاش ما نشاركهاش مع البنات. بالنسبه للمقادير البنات عندي هنايا، وهنا غندير المقادير وفي نفس الوقت غادي ندير لكم الطريقه حتى هي. هنا بالنسبه للمقادير البنات عندي هنايا واحد سميته، هنا غناخذ واحد الطبسيل اللي غادي نخدم فيه انايا. كندير فيه هنايا حكه ثومه، يعني قلت لكم غادي ندير المقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا حكيت البنات واحد جوج صوصه ديال الثومه، درت هنايا واحد وخليت واحد. وهنا عندي ربيع مخلط قزبر ومعدنوس، غادي ندير نص ديال الكميه وغنخلي نص. وهنا عندي مطيشه ديال الحك، غادي ناخذ واحد معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك صافي. وهنايا عندي هاد المطيشه حتى هي ديال القرعه. نتوما الا ما عندكمش تقدروا تحكوا غير واحد 3 مطيشات ولا 4 حتى هما تزيدوهم. انا ما عنديش يعني مطيشه، غنستعمل غير ديال القرعه. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروا 3 ديال المطيشات محكوكين كتقدروا ديروهم. هنايا خديت هاد الكاس ديال الماء وهو اللي غادي نحل به ديك المطيشه ديال الحك وديك الربيع ومطيشه اخرى، هو اللي غادي نديرو هنايا صافي. وهنايا غادي ناخذ شويه ديال الملح، يعني الملح ما تكثروش الملح بزاف، شويه وصافي. وغادي ناخذ سميتو من التوابل. هنا خديت الملح، وغادي ناخذ يعني التحميره والبزار والكمون، هادو 3 ديال الحوايج. يعني ما كنديرش البنات ما كنديرش سكينجبير وما كنديرش خرقوم عرب، كندير غير الكمون والتحميره والبزار. هنا درت التحميره هي الاولى، ومن بعد ضفت داك سميتو، ضفت شويه ديال الكمون غير شويه شويه، والبزار حتى هو. البزار يعني كنضيفو قل من التحميره والكمون، يعني البزار ما نكثروش باش ما تجيناش يعني داك لاصوص حاره صافي. هنايا وكنخلط مزيان، وصراحه البنات كتجي هاد الفلفله كتجي واعره في المذاق صافي. هنايا من بعد ما خلطت كلشي، هنا كنضيف كاس ديال الزيت مخلط. انا خلطته ما بين زيت روميه وبلديه، نتوما تقدروا ديروا يعني كله روميه. انا خلطته نص روميه ونص بلديه صافي. هنايا غادي نخلط مزيان، نخلط ديك لاصوص مزيان وغادي نخليها على جانب. هنا راه ما غنطيبها ما حتى شي حاجه، يعني نيشان كنديرها في الكوكوط، وكنستف فوق منها سميتو، كنستف فوق منها الفلفله ملي كنعمر. يعني ما كنطيبش لاصوص بوحدو عاد كندير فوق منه الفلفله، لا كنخليها هكاك غير كنخلطو صافي وكنكبو في الكوكوط. هنا خديت واحد المقيله ودرت فيها داك الفرع ديال الثوم اللي بقى ليا محكوك، ودرت هنايا واحد البصله اللي شلطتها حتى هي رقيقه، يعني بصله غير صغيره البنات شلطتها رقيقه صافي. وغادي ندوز نديها فوق البوطه حتى كتبان ليا شويه صافي. هنا من بعد ما دبالت البنات ضفت لها شويه ديال الكفته، يعني ما عرفتش صراحه شحال، ولكن ضفت لها واحد الكميه غير شويه وصافي. هكا هي اللي كتبان لكم الروز. ضفتها للكفته وديتها فوق البوطه حتى دبالت لي ديك الكفته حتى هي شويه. وهنا ضفت ديك الكميه اللي كانت باقا لي ديال الربيع. وهنا غنضيف هاد الكنوار هادي البنات ديال الخضره، الا عندكم يعني ديال البقري ولا ديال الغنمي احسن. المهم انا ضفت هذه غير ديال الكنور ديال الخضره صافي. وكنضيف هنايا شويه ديال التحميره وشويه ديال البزار شويه ديال الكمون، يعني نفس العطريه البنات اللي ضفنا في لاصوص، يعني نفس التوابل اللي ضفنا في لاصوص هي اللي كنضيفوها هنايا. قلنا غير شويه ديال التحميره شويه الكمون وشويه ديال البزار، وهنا ضفت ديك الكنوره والربيع صافي. هادو هما التوابل اللي ضفت هنا صافي. وغادي نخلطها مزيان وغادي نديها فوق البوطه حتى كتشحر. هنا خديت واحد الكاس ديال الروز سلقته في شويه الملح والزيت وصفيته، كبيت عليه الماء بارد تتصفى مزيان صافي. ومن بعد ما تسقطر درتو في هذا البانيو هنا، وزدت ليه هو شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون وشويه ديال البزار باش ما يجيناش يعني باسل. يعني كنضيف ليه ديك العطريه هنا وكنحرك مزيان. ضروري البنات تضيفوا ليه التوابل باش ما يجيش حتى هو يعني باسل، باش يجي زوين صافي. كنخلط هنا التوابل ضفت غير شويه، ونفس التوابل اللي ضفت في الكفته هي اللي ضفتها هنا في الروز، هي اللي ضفتها في لاصوص، يعني التحميره والبزار والكمون فقط صافي. وكنخلط هنايا كنخلطو مزيان. هنا من بعد ما طابت ليا الكفته كيف ما شفتوا هنايا الكفته صافي طابت، وديك البصله حتى هي دبلات صافي. غادي نخلط داك سميتو، غادي نخلط هذا الروز، غادي نخلط غادي نخلط هاد الكفته، غادي نخلطها مزيان مع الروز حتى كتنسجم ليا ديك العناصر مزيان. ضروري البنات كنخلطو مزيان باش كتنسجم لنا العناصر
صافي انا مازال مستمره يعني في التحريك هنايا. صراحه هاد الحشوه البنات كتجي لذيذه، تاكلها غير هكاك بالمعلقه وتعجبك والله العظيم. صافي وغادي نخلطها، هي اللي غادي من بعد ما غادي نخلطها هي اللي غادي نعمر بها سميتو، هي دي اللي غنعمر بها البنات الفلفله. الا ما كانش موجود عندكم الكفته يعني تقدروا ديروا غير الرز، هي بالكفته يعني كتجي لذيذه، يعني ديك الكفته كتعطي واحد المذاق وكتجي لذيذه. هي حتى بالرز الصراحه كتجي زوينه، ولكن الكفته يعني كتجي زايده شويه في المذاق، صدقوني كتجي زوينه. هنا صافي خديت سميتها الفلفله، من بعد ما خديت الفلفله غسلتها هنايا ونشفتها من الماء وحيدت لها داك الطريبيش الفوقاني وخويتها من الداخل. صافي وهي اللي غادي نعمرها بالكفته. وهنا غادي ندير لها داك الراس ديالها انا كنقلبو لداخل باش كتبقى يعني واخا كطيب ما كتحلش لينا في الطياب. صافي وغادي نبدا كنعمر في ديك الفلفله. هنا اللي عندكم الفلفله صراحه، هنا عندي صابت عندي الفلفله طويله، يعني نتوما اللي عندكم الفلفله غير صغيره صراحه كتجي احسن. اما هادي طويله شويه يعني كتمحن في الخدمه ديالها، فاش كطيب كتبغي تهزي يعني تقدر تحلك ولا شي حاجه. اما نتوما اللي عندكم يعني فلفله غير صغيره احسن، تجي احسن، كتجي سهله حتى في الهزه وكلشي. صافي هنا من بعد ما عمرتها كيشتو، وهنايا غادي نخشي لها داك الراس ديالها. قلت لكم كنركبوه بالمقلوب، كنركبوه بالمقلوب باش ملي كطيب ما كتحلش، ما كطيرش لهداك الغلاقه ديالها، واخا كطيب كتبقى الغلاقه ديالها راكبه فيها. صافي هنايا وغنزيد مازال نعمر مازال ديك الفلفله حتى كنكمل ديك الكميه ديال الروز. هنا يعني انا عندي غير الفلفله حمراء، عندي غير وحده اللي خضراء. تقدروا ديروا الثوم الالوان ولا ديروا ديك الفلفله اللي كتكون يعني غليظه و كتكون يعني صغيره وغليظه، هي اللي كتكون في الصفار وفي الخضر وفي الاحمر. تقدروا ديروا الالوان، تقدروا يعني تكتفيوا غير بهذه. انا هذه هي اللي تصابت عندي موجوده، هي اللي غادي نخدم بها. صافي وغادي نبقى كنعمرها. هنا ما تعمرهاش البنات بزاف باش ملي طيب ما تفرقعش، يعني خليو ليها فما شويه خاوي، ما تدكوهاش تاني بزاف فوق القياس. صافي كيما شفتوا يعني كنحاول نخشي لها داك الراس مزيان باش كتسد، يعني ملي كطيب ما كيطيرش لها داك الغلاقه ديالها، ما كطيرش لها. صافي هنايا خديت الكوكوط ودرت فيها داك لاصوص اللي خلطت معكم، يعني قلت لكم لاصوص البنات ما طيبتو ما حتى شي حاجه. صافي وهنايا استفدت في ديك الفلفله، علاش قلت لكم الفلفله جاتني كبيره يعني ما دخلات صراحه مزيان في الكوكوط، يعني بقات واقفه واخا طابت صراحه يعني ما تحلاتش بزاف. وكان هذا هو الطبق النهائي ديالنا، ونتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات تابوناو معايا وتخليو لي واحد التعليق وتقولوا لي كي جاكم. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وعواشركم مبروك البنات، والسلام عليكم.